حسدناهم والله حسدناهم. يعني قعدنا نقول مبابي وفينيسيوس وبيلينغهام ورودريجو و مش احنا بس والله، هو الكوكب كله بيقر عليهم بقاله كتير. بس برضو لذيذة ايه انها تيجي في اليوم اللي اعلنوا في القرعة ان ليفربول هيلعب. ادتني شوية طمأنينة كده، لان انا بقالي كام سنة كده كل ما ليفربول بيقابل ريال مدريد بزعل. ريال مدريد بيسلك في اي حاجه، ولا هيفرق له بقى ولا حسد ولا حاجه. لا والله. في الشامبيونز ليج بالذات ريال مدريد ما بيهزرش وبترجع له الذاكره، وهياخد الثمان ماتشات وهيروحوا البيت يناموا. بعدين ممكن يقول لك بقى فورمات جديد، فبقى اول واحد كسبت الفورمات الجديد، فاهم على انه النظام ده يعني. فولا حسد ولا حاجه يا جماعه. بعدين هتلعبوا في الجروب ستيجز ارحم من لما تلعبوا في النوك اوتس. كده كده بيعورني، لعبني قبل كده في الجروب ستيجز، لعب ليفربول اداله على وشه، ولعبنا برضو في الايه في النوك اوتس وفي الفاينل. لا انا تاريخي مش لذيذ قوي معاهم، بس الصراحه لا هم النهارده هو متهيأليش في حد تاريخه كويس معاهم اصلا. ده حقيقي والله. ماشي يا جماعه، يعني حاجات كتير حصلت الاسبوع ده، وعدناكم بحلقه للدوري الاوروبي، وهي دي حلقه الدوري الاوروبي. يعني نتكلم عن الدوري الاسباني. الدوري الاوروبي حسستني ان احنا نتكلم عن اليوروبا ليج. لا معلش، هنتكلم عن الدوريات الاوروبيه. ايوه صح، صححوني. هنتكلم عن الدوري الاسباني، هنتكلم عن شويه سريعا عن الدوري الايطالي، وهنتكلم عن الشامبيونز ليج والفورمات الجديد اللي موجود وتأثيره على الفرق وتأثيره على الماتشات والقرعة اللي حصلت النهاردة. فتبقى حلقة معنا جميلة. جاهزين؟ يلا بينا. يلا بينا. تنت ما تقلدنيش لو سمحت. اهلا بكم يا جماعه، حلقه جديده من كوره كافيه. هنبدا مع بعض بالماتش اللي لسه خلصان. احنا بنسجل تقريبا بعد الماتش على طول. وريال مدريد، ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ فريق الاحلام الجديد بيبدا بدايه يعني مش مثاليه، سيئه. مش يعني مثاليه ايه دي؟ يعني ابعد ما تكون عن المثاليه. لا يعني كسبوا ماتش. كسبوا ماتش ممكن يخسروا كل الماتشات. في اوحش من كده، بس يعني لا بس حتى الماتش اللي كسبوه ما مش اللي هو كسبوا ماتش، فاهم يعني؟ برضو حتى ده ما كانش اللي هو كسبوا ماتش. طيب شايفين ايه يعني ايه المشاكل اللي باينه الظاهره دلوقتي في اول كام ماتش لريال مدريد اللي لازم يعني يشوفوا لها حل؟ اكبر مشكله انا بيتهيالي، او مش مشكله بس يعني هي اكبر حاجه لازم تتحل الفتره دي، اللينك اللي ما بين فينيسيوس وامبابي، لان هم دول اللي المفروض هم الفريق يعني. الاتنين دول هم المفروض اللي داخلين ايه يشنيروا الكوكب. اللينك ما بينهم وحش جدا، الاتنين بيتحركوا في نفس المساحات، في لعب فردي كتير قوي. الماتش بتاع النهارده في كذا كوره انت شايف ان وانت بتتفرج بعينك كده عارف ان الكوره دي المفروض تتباص، او الكوره دي المفروض يتعمل فيها تحرك مثلا من واحد فيهم. مفيش اي حاجه، مفيش يمكن غير كوره اللي انا فاكرها دلوقتي اللي فينيسيوس اصلا حاول يعني دخل من على الجنب كده وحاول يغير يلعبها عرضيه على طرف المنطقه لمبابي الناحيه التانية، ام فالفيردي داخل خابطها برجله كده، فاهم، ومكمل في النص. حاجه برضو يعني عبث. انا شايف ان هو اهم بريوريتي المفروض، او يعني اهم اولويات ريال مدريد دلوقتي، ان هو يلاقي حل ان الاتنين دول يعرفوا يلعبوا مع بعض ويركبوا مع بعض كويس. بالتالي انشيلوتي المفروض يبقى ما بينامش بسبب القصه دي يعني. هقول لك عموما على اللي انت قلته ده، يعني تصريحات انشيلوتي بعد الماتش. قال لك يعني احنا صعب علينا ان احنا نلاقي الثبات اللي كان عندنا السنه اللي فاتت، ومش المفروض ان احنا ندور على يعني اعذار للكلام ده. المفروض نتحسن بسرعه، ولازم ابقى انا صريح بشكل اكتر على الخطه في الملعب، ودي وضوح اكتر للعيبه. البدايه اصعب مما توقعنا، والثلاث ماتشات دول وروني ان في حاجات كتير مش مظبوطه. اللعب بطيء، مفيش تحرك سريع، ومن غير الكوره بنتحرك وحش. فيعني ايه رايك يا عمر في يعني البدايه دي والكلام ده؟ هل يعني انت تتفق مع تحليل انشيلوتي لنفسه؟ يعني
هو المشكله كلها في الماتشين اللي فاتوا يعني اللي حصلوا في الدوري، المشاكل كلها جايه من انشيلوتي نفسه. يعني الماتش التاني في الدوري لما بدأ بالتشكيلة عشان يعوض غياب بيلينغهام، أخد قرار إن هو ينزل أردا جولر هو اللي يلعب في الحتة دي مكان بيلينغهام. أردا جولر مكانه اللي بيتألق فيه مع تركيا وفي أي حتة أكتر ناحية اليمين، ناحية رودريجو. فأنا ما فهمتش ليه ما بدأش بإبراهيم دياز، وكلنا شفنا فرق إبراهيم دياز لما نزل عمل ايه في الماتش وقلب الماتش ازاي، وهو كان نقطة تحول في الماتش، مش عشان أردا جولر مش كويس، هو عشان ده المكان بتاع إبراهيم دياز أحسن. بس لا، ابراهيم دياز بيزيد سنة لقدام عن اللي هو كان عايز يلعب فيه أردا جولر. ايوه بس في نفس الوقت انت بتلعب يعني ريال مدريد لغايه دلوقتي ما خبطش في ولا فريق يعتبر فريق حتى نص نص في الدوري الاسباني، كلها فرق تعبانه. يعني الثلاث فرق اضعف من بعض ومشاكل باينه قدام فرق ضعيفه. فهي مشكله ان ده كان في تاني ماتش عرف الحل في الشوط التاني وظبط التشكيله وظبطنا الدنيا وحلوه قوي. دخلنا على ماتش النهارده اتفاجئنا ان هو نزل مودريتش في نص الملعب، تمام، رايح رودريجو، فبدل ما ينزل رودريجو مكان رودريجو بقى أردا جولر عشان ابراهيم دياز تألق الماتش اللي فات راح منزله. طب ما تنزل أردا جولر هو اللي يلعب ناحية اليمين، الناحية اللي هو بيحب يتألق فيها وبنشوف لما قد تنزل ايه رودريجو هناك يعني. هو رودريجو عايز يريحه روتيشن بقى ايا كان عايز يعمل ايه، ده فكر مدرب وتمام. وممكن يكون كان عايز مصاب موجد في التدريبات، انا ما اعرفش ايه اللي بيحصل في التدريبات. بس طالما انت اخدت الديسيجن ان انت عايز تريحه، انت عندك لعيب يعني جامد جدا في الحته دي اللي هو أردا جولر، فليه بقى تروح تديها لابراهيم دياز وتعك ده مكان ده، وكنت تنزل ابراهيم دياز مكان مودريتش لعيب جامد وكل حاجه وليجند، بس الافورت بتاعه في نص الملعب قليل قوي. حرام ان انت تبدا بيه الماتش بالعكس، بس هو النهارده يعني عشان نبقى حقانيين برضو، مودريتش من احسن لعيبه في الماتش النهارده. ايوه بس الجري والكلام ده كله ما يقدرش يعمله في السن ده كله يعني ما كانش بيعملها كتير اصلا يعني. ايوه ماشي، بس قصدي ان لو ابراهيم دياز هو اللي كان بيلعب في الحته دي والجولر هو اللي ناحيه اليمين مكان جولر بيلعب، كنا هنشوف اداء احسن. ده في وجهه نظري. حاجة برضو تصريح يعني اعتقد ان هو مهم على النقطة دي، كان قاله ارسن فينجر لما بص على الفرقة بتاعت ريال مدريد، وقال ان هو حاسس ان الفرقة ما فيهاش بالانس، ما فيهاش اتزان، ان انت عندك 3 لعيبة بيفضلوا ان هم يلعبوا على الشمال، وممكن كمان تعتبر رودريجو لعيب بيفضل يلعب على الشمال عن على اليمين، و3 لعيبة بيحبوا في تحركاتهم ياخدوا مساحات على الشمال دي. وانا شايف انه كان تصريح قوي جدا، لانه كان قبل ال3 ماتشات دي، وقال يعني ان الفرقه ما فيهاش بالانس، ان هو جاب ستارز بس وما جابش ناس كفايه تخدم عليهم. وعلى عكس الكلام ده قال لك ان هو شايف ان برشلونه فرقه عندها بالانس احسن. لا بس يعني موضوع برشلونه عندها بالانس احسن دي قصه هنجيلها في برشلونه يعني. بس علشان نبقى حقانيين برضو، طب ما هو اصلا انشيلوتي بيعرف يعمل موضوع ان هو اوفرلود ناحيه من الناحيتين ويجمع فيها اللعب كله ويهاجم من ناحيه واحده، بس هو بيعرف يعمل القصه دي. يعني انت حتى لما كمان بيبقى عندك بيلينغهام، ما هو بيزيد في نفس المنطقه بالظبط. ما بيتهياليش دي اكبر مشكله في الفريق، على قد ما هو المشكله في الفريق زي ما قلنا في نواقص. اصابه كامافينجا مش الطف حاجه معاها دلوقتي، اصابه بيلينغهام فمبينه قد ايه ان نص ملعبهم ناقص. تشاوميني انا بحس ان هو يمكن في البوكس تو بوكس ارحم شويه، او يلعب بقى في السيستم اللي هو دبل بيفت، يعني 2 نمرة 6/8. بس هو مش يعني لما تيجي تبص على نص ملعب ريال مدريد النهارده، الوحيد اللي كان ظاهر فيه قوي فالفيردي، اللي هو بيستلم الكرة كتير جدا بس برضو مش احسن قرارات. يعني فالفيردي بيجري بالكرة كتير قوي بيخليها تحت رجله، ودي مش مشكلة ان انت تخلي الكرة تحت رجلك، لان الماتش اللي فات كان ريال مدريد عنده مشكلة تانية، ان هو الكرة مش في رجله بقى خالص، كل ما ياخدوا الكرة طق فاهم يرموها قدام. فكانت باينة ان هي مشكلة، واللي نزل بقى سبحان الله يظبط لهم الريتم ده سيبايوس. حاجة غريبة جدا ابننا. بس هو فعلا لما نزل حسيت ان ريتم النص الملعب بتاع ريال مدريد ظبط، وده يقول لك ان قد كده ان الموضوع فيه مشكلة. احنا دي كانت حاجة اتكلمنا عليها لما اتكلمنا يعني عن كشف حساب ريال مدريد، ان هما مدريد ما جابوش بديل لتوني كروس. اللي توني كروس كان بيعمله في الفريق ان مش هو قليل كان
بيظبط الريتم بتاع نص الملعب بشكل قوي جدا. واللعيب الوحيد اللي عنده القدرة ان هو يعمل كده في الفرقة دي هو مودريتش كبر قوي على ان هو يلعب 90 ده دقيقة حقيقي. او ان هو يبقى عنده نفس الافكت اللي كان كروس بيعمله. لدرجة زي ما تقول ان سيبايوس نزل، او حتى سيبايوس دي كانت حاجة هو كان بيعرف يعملها، تنس ما بيعرفش يعملها اي حاجة تانية. فدي ممكن يعني ممكن تكون نقطة لازم تتحل في ريال مدريد، او لازم يغير طريقة اللعب بحيث ان هو ما بالظبط. يحتاجهاش بشكل قوي. بس يعني هل انتوا شايفين ان هي مسألة وقت وانشيلوتي هيعرف يظبطها؟ انا عندي ثقه عمياء في انشيلوتي عامه في الحاجات دي، يعني هو انشيلوتي بيعرف يتصرف، يعني ست بيت شاطره. تراك عمر. انا رايي لو كامافينجا كان موجود ما كناش هنحس اصلا باي حاجه من الكلام ده. كان يقدر يلعب بكامافينجا مع تشاوميني وما كناش هنحس باي حاجه من المشاكل دي، وكانت الدنيا هتمشي. هو بس الفكره كلها ان حظه وحش قوي، وبيجيله كل سيزون في اول السيزون اصابه كريتيكال لحد من الاساسيين في الفريق. كامافينجا لو موجود هو يقدر يقف ورا اللعيبه دي كلها، يلم الدنيا، الورك ريت بتاعه عالي، يعرف يجري ورا الكوره، يعرف يرجع لك الكوره زي ما اتكلمنا عليها من الحلقه اللي قبل اللي فاتت لما اتكلمنا على ريال مدريد برضو. اه اصابه كامافينجا باين تاثيرها قد ايه، وكامافينجا لعيب كبير جدا والله انا حاسس ان وتاثيره اصابه قوي. كامافينجا دي ضرهم في الليفت باك اكتر من نص الملعب. عامه يعني ريال مدريد لازم برضو تجيب باكات يا جماعه. بس هو المستوى بتاع مندي حتى النهارده مع الناحيه التانية ما كان بيلعب بفاسكيز علشان كان مريح كارفاخال، علشان برضو كارفاخال ربنا يديله الصحه، يعني الراجل برضو كبر في السن وما بياخدش بريكس وبتاع. لا يعني باين قد ايه ان هم محتاجين رايت باك اساسي، ومحتاجين بقى ليفت باك كمان يعني بالمره. اصبر معايا سنه نجيب أرنولد ألفونسو ببلاش. ديفيز وترنت ببلاش. هي دي بقى. هو نجيب هو نص هو ملعب. طلع انشيلوتي كذا مره واكدها تاني النهارده، قال لك مفيش قال لك صفقات. الماركت بتاعنا اتقفل. قال لك اتوانس يعني مستحيل مفيش. نجيب صفقات. ماشي، ما فيش صفقات خلاص تمام، بس الموسم هو الجاي السنه بقى. الجايه بقى يعني ترنت وديفيز ونستحمل مع بس بعض زي ما سنه. بقول لك يعني هو هيعرف يلم الدنيا. يعني انا عندي قناعه كده ان هو انشيلوتي بس ايه هيقعد يتخبط كده شويه وبعد كده هيلم الدنيا يعني. بس سوفر اللي احنا شفناه من ريال مدريد في اول 3 ماتشات، لا يعني انا شايف انه اداء كارثي يعني. هل لمت الدنيا دي مسألة ان اللعيبة تتعود على بعض اكتر، ولا مسألة ان هو ممكن يحتاج ياخد قرارات صعبة ممكن تأثر على، يا اما ان هو يرغم واحد من النجوم دول ان هو يعمل حاجة هو مش عايز يعملها، او ان هو توصل ان هو يروتيت حد من النجوم دي؟ انا النهارده كنت ببص لها شويه وحسيت ان هو محتاج يبدا يجرب افكار برضو زي ما انت بتقول كده مش مريحه. يعني محتاج يبدا يجرب مثلا فكره انه يريح فينيسيوس ويبدا بمبابي بس، او ان هو مثلا يلعب باتنين مهاجمين او يعني محتاج ياخد رحله تجارب كده مع الفريق ده. معرفش بقى طبعا يعني مدى تحملهم او جمهور ريال مدريد هيتحمل الموضوع ده ازاي يعني. او ان هو بس يحط مثلا مبابي على الشمال وفينيسيوس على بالظبط. اليمين ويدك رودريجو. هو محتاج يبدأ كده ايه يجرب افكار برضو يعني راديكال شوية او يعني متطرفة شوية. بس هرجع واقول لك انشلوتي بيعرف يتصرف في الحاجات دي، فهو ممكن يعرف يتصرف في الموضوع. بس هياخد منهم بقى قد ايه لغايه لما يوصلوا المرحله دي؟ بالتالي ده بقى حاجه احنا هنشوفها يعني. بس ما عنديش اي فكره. يعني الماتش الجاي نفسه انت ما تقدرش تحدد ريال مدريد هيلعب ازاي. ممكن ينزل الماتش الجاي اصلا تلاقيه فاهم فرم الفريق اللي قدامه، ويبقى كل الكلام اللي احنا بنقوله ده ملوش اي لازمه. يعني كده كده ريال مدريد اقوى من اي حد في الدوري الاسباني، فالموضوع هيبقى سهل قوي في الشهر ده، وهو شهر وهيعدي وبيلينجهام هيجي تاني، وبالتالي اول ما بيلينجهام هيرجع نص المشاكل هتتحل. يعني بالانس الاتاكينج ميد فيلدر اللي احنا عندنا فيه مشكله دلوقتي في الفرص والاجوان والكلام ده كله، بيلينجهام رجوعه بيحل الكلام ده كله. حلوش في حبينا أول بس ماتش بس ممكن اقول على حاجه برضو على ماتش النهارده، علشان دي انا شفتها كتير قوي. دي بقى اللي كانت بالنسبه لي صادمه يعني. كان في كور كتيره قوي ريال مدريد عندها فيها مساحه. يعني عارف لو كانوا بيلعبوا ماتش مقفل الفريق اللي قدامهم نايم حرفيا على خط الجون، كنت اقول لك النص الملعب الهجومي هنا دوره بيبقى مهم جدا، لانه بقى محتاج يفتح لك خطوط بقى ويكسر الخطوط ويتصرف يعني. لكن في النهارده كان في كور فيها مساحات ان فينيسيوس ومبابي بيجروا لوحدهم في نص ملعب. فدي بقى بالنسبه لي كانت مصيبه، لان يعني انت معاك 2 من احسن اللعيبه في العالم اللي المفروض يستغلوا المساحات. ايوه، مين اللي اديهم الكوره؟ ما هو ده بيلينجهام لا هم الكره في رجلهم.
ايوه، ما عشان بقى هو اللي يتحكم في الريتم، انا اديله الكوره فين والمين فيهم هما الاثنين، ويبقى قدامي 2 بيجروا وانا اللي اختار. دي شغلانه يا بلينجهام عمر بقى. في كور النهارده ضاعت 1 on 1. انا دي ملهاش علاقه آه. بغياب بيلينغهام، دي كانت في جزء كبير قوي منها كان الاتاكينج بلاي بتاعت ريال مدريد. كان مش اعتقد التفاهم ما بين اللعيبه يعني كارثي يعني، والله العظيم. في كورتين النهارده يعني، في كوره كده مبابي داخل يا جماعه، داخل بوشه قدام الجون، اللي هي في 99% من المرات مبابي هيجيبها جون، مع كسر على يمينه وشاط شوطه كده معفنه. كان عنده اوبشنز مفتوحه، وكان ممكن يشوط احسن من كده، وكان ممكن ياخد خطوه كمان، كان ممكن يقطع لجوه شويه. في لوش يعني اقول لك حاجه، انا اعتقد ان تبقى غلطه من انشيلوتي لو عمل حاجه تهز ثقه اللعيبه الكبيره اللي موجوده، او تحسسهم ان مكانهم في خطر. يعني لو بدأ يحط مبابي على الشمال مكان فينيسيوس، ويرمي فينيسيوس على اليمين والكلام ده كله، ان هو هيبعت رسالة غلط لحد زي فينيسيوس في الفريق، وان هما اللعيبة دي عندها كواليتي كفاية ان هما ممكن يتعلموا ويتعودوا على بعض في مراكز تانية، بس محتاجين ان هما يتبعوا تعليمات انشيلوتي. يعني لو هو قال لمبابي انت تلعب سترايكر، ما يجيش في نص الملعب في نص الماتش يحاول يقلب الموضوع ويجي يحدف شمال شويه وينسى تعليماته كسترايكر. ما هو النهارده قال لك انا محتاج اديهم تعليمات اوضح، ده من الاخر يعني، محتاج اقرص عليهم واخليهم يفهموا هم محتاجين يعملوا ايه بالظبط. بس فيديلهم يعني زي ما تقول تعليمات اوضح، ويديهم الفرصه ان هم يتعودوا على بعض، ويبقى في التناغم ده ما بينهم، عشان هم محتاجين يشوفوا ان لما التناغم ده يحصل ممكن يطلعوا كوره من احلى الكور اللي هم هيطلعوا كوره، هيطلعوا كوره حلوه. واعتقد وانس ان الموضوع ده يظبط مع ريال مدريد، وممكن كام ماتش يعني هيبقى يعني تمن الموضوع ده كام ماتش مش هيجيب نتائج حلوه في الدوري الاسباني، بس لما تظبط هيبقى عندك فريق مفروض يعني صعب هو الموضوع يظبط يعني. بيتهيألي الموضوع غير مقلق يعني، بس هو مش ألطف بداية بقى، بالذات ان انت عندك بقى الغريم بقى اللي هو برشلونة. انا بس اتمنى اللي حسام بيقوله ده يحصل، وحد فيهم يقفش وربنا يكرمنا بيه في ارسنال، وانا اكتب له نص النادي. اكتب له نص النادي. عارف ده بياخد مرتب كام ده؟ ما انا اكتب له نص النادي بقى والله اي واحد هم يختاروا بس مين اللي يزعل فيهم في الاساسي والدكه، اي واحد فيهم هاخده عادي يعني. انت اردا جولير ده لو جه ارسنال هعمل فرح. اي حد، ابراهيم دياز، اي حد فيهم هاخده، مش هقول لا. انا دي بنتكلم في مارتينيلي وتروسار. سقف مرتباتك اخرك معايا فاسكيز. لا خليه ده. انا بقولك اكتب لك نص النادي. لا بصراحه يعني هنشوف بقى يعني قولوا لنا رايكم انتوا، ريال مدريد هتظبط معاهم ازاي، هتظبط معاهم امتى، وايه اللي يحصل لو ما ظبطتش. بس طبعا يعني ما صعب بقى ان احنا نبص على الموضوع ده بقى، تشوف بقى الناحيه التانية، الفريق اللي بدأ بداية أحسن. يعني ريال مدريد بدأ بداية أوحش متوقع، وبرشلونة بدأ بداية أحسن من المتوقع. أظن ماتشاته كانت أصعب، ولكن برشلونة بادئ بداية قوية، كسب آخر ماتشين، كسب أول ماتش برضه 3 ماتشات كلهم، منهم ماتش ضد ما شاء الله، منهم ماتش ضد بلباو اللي أعتقد يعني وفالنسيا، بص لنيكو ويليامز قال لهم شفت ما جتش كده. وكسب ضد فالنسيا. يعني ماتشات كلها ما كانتش سهلة، بس الواضح ان احنا يعني بدأنا نشوف ستايل واضح لهانزي فليك. تغيير يعني كبير جدا ما بين طريقة جافي وطريقة هانزي فليك. ايه رأيكم في الموضوع ده؟ والله يعني اول حاجة هما 3 ماتشات بنفس النتيجة، يعني مفاجأة الجماهير الليجا وجماهير برشلونة بالذات ان هما يبقوا جايبين 9 بوينتس في اول الدوري، بداية قوية. ومش المفاجأة ان هم جابوا 9 بوينتس، المفاجأة ان انت الفرق بينه وبين ريال مدريد بقى 4 بوينتس، 4 نقط في اول 3 ماتشات. فدي حاجة كويسة جدا، وتدي برضو اريحية للاعيبة برشلونة وكل الناس انها وهي بتلعب الماتشات الجاية. بس طبعا يعني وانا واحد من الناس اللي كنت غلطان في الاول الصراحة، وبقول هو برشلونة ماشى تشافي ليه وجايب هانس فليك يعمل ايه زيادة طالما مش هتجيبوا لعيبة. بس صراحة هانس فليك يرد علينا كلنا، وبدأنا نشوف لمسة هانس فليك في الملعب. خلي بالك عشان هو عنده مصيبة هنا. ايه؟ في ناس كانت مولعة فيه في الكومنتات. ليه؟
عشان قال على ارتيتا احسن من هانزي فليك. انا لسه مقتنع بكده بس مش مشكلة. يعني بس بصراحة هانسي فليك يعني بوري ان هو مدرب اكبر مما انا كنت متوقع، حتى ان لا، هو أنا بقى عارف عنده إنه ستايل أنا- واضح. انا واحد من الناس اللي هو كنت شايف ان هو في بايرن كان عنده فريق جبار هو كان و- مستلم فريق جاهز، بالظبط. بس هو خدهم نكست ليفل. وعمل بيهم نتائج و- فظيعة، ودي حاجة مش و- سهلة. وكنت شايف ان في برشلونة ان الاداره كده كده ما بتجيبش لعيبه، فهو جاي يعمل ايه زياده عن اللي تشافي عمله. مم. وانا غلطان في الموضوع ده وبعترف بغلط. يعني لما حد بيتكلم معايا كان في اول السيزون بقول له يعني انا شايف ان موضوع ان تشافي يمشي مش هو ده حل برشلونه، بس لا، ستايل اللعب، الانتنسيتي اللي بيلعب بيها، بدأنا نشوف الضغط بتاع هانز فليك موجود في الملعب في كل حته. بدأنا نشوف ان في لعب دايركت اكتر بكتير من اللعب بتاع تشافي. بدأنا نشوف تطور مستوى اللعيبه الانديفيديوالز. يعني كان ليفاندوفسكي كان فورمته بتوعه وثقته في نفسه قلت لغايه لما فليك رجع وهو اللي وصله للبالون دور يعني. فالراجل عارف امكانيات ليفاندوفسكي وهما الاثنين مستريحين مع بعض يعني عشرة، فمش محتاجين يتكلموا مع بعض. وغير كده كمان احنا شايفين يعني مستوى اللعيبه بقى التانية اللي زي رافينا مثلا. رافينيا ده معجزه، زي رافينا والله العظيم معجزه. الواد كان ميت يا جدعان، انا واحد من طلب الناس ماتشات بقول 10/10. انا واحد من الناس كنت بقول لهم شارينه يعملوا بيه ايه وبتاع، آه. هو ليه ما مشيش. الصراحه فرق في مستوى الانديفيديوال ده برضو حاجه. مفيش غير العاق فران توريس ده فظيع يا جماعه. بس خلاص بقى دكة ما بعد ما ما هو أولمو- لعب يا طب- ابني الماتش اللي فات اساسي. ما بعد اولمو لسه راجع وخد ونزل اتمنى مكانه اتمنى انه ما يشماش تاني، والله العظيم يا جماعه اسوأ لعيب في الفريق يعني اعتقد ان احنا الحاجة اللي ظهرت يعني في برشلونة زي ما انا قلنا الانتنسيتي. واعتقد كان في تصريح طلع من بتاع البرفورمانس، المدرب البرفورمانس اللي عندهم، قال لك انا بدرب حصنة. انا بعمل حصنة، الناس تقعد تجري ما تتعبش، ده دوري في الفريق. وشفت فرق اعتقد بدني في برشلونة تحسن على 100%. بالذات في في لعيبه مهمه عندهم، ان يعني واحد زي بيدري، انت كان بقالك كتير قوي يعني بيدري برضو اصابه مش سهله وكل الكلام ده ومواسم ملزوقه في بعض وكل حاجه، بس حتى انت حاسس بيدري فايق من ساعه بدايه الموسم لغايه دلوقتي، ساعة ما رجع يعني. هو فايق يعني. معرفش هو في حاجه برضو، انا مش لسه برضو ما حطيتش ايدي قوي على البلاي بتاعت برشلونه اللي في نص الملعب، بس هي واضح ان هي مريحه اللعيبه بتاعت نص الملعب جدا يعني. انت يعني اعتقد الموضوع انت كمان هو ستايله في دايركتنس عالي جدا، ان هو بيوصل الكرة من ورا لقدام بشكل اسرع، بشكل وسلس صعب وبشكل سلس على اللعيبة. وبس اعتقد الفرق الكبير ما بين البداية بتاعت برشلونة والبداية بتاعت مدريد ان الفريق فعلا اعتقد زي ما ارسن فينجر قال في بالانس، في توازن. انت عندك سترايكر صريح ليفاندوسكي بيلعب من حواليه وينجرز صراح. ممكن فران توريز مش افكتيف كوينجر، بس ده فظيع. بس لما اولمو ينزل مكانه الموضوع ده هيظبط. ووينجرز بيعرفوا يخدموا على سترايكر قوي زي ليفاندوسكي، والفاندوسكي بيعرف يخدم على وينجرز زيهم. وعندك وراهم رافينيا. اكشلي برضو ارسن فينجر قال لك هيز ا فيري افكتيف بلاير. كلمه واضحه جدا ان هو لعيب بيعرف يحرك الكوره بشكل صح، وبيعرف ياخد قرارات صح في الحته الاتاكينج اللي بيلعب فيها. منجز ما يعني بيعمل اللي عليه، وفي الضغط العالي برضو قوي. ده اللي كان اتعلمه مع ليدز، وده اعتقد كان سبب من اسباب ارتيتا في فتره في ارسنال كان مصمم ان هو يجيبه، لان هو لعيب بيخش في سيستم قوي، لعيب سيستم. بس ما تاخدش ان هو لعيب ممكن مش هيشيل فريق لوحده، بس في سيستم هيبقى قوي. فلما فليك اداله سيستم ظهر رافينيا اعتقد بشكل كويس. بس ثنائيه نص الملعب برضو بتاعت فليك دي طبعا يعني للاسف الشنيع برنال اصابه قويه او صليبي ده الموسم خلاص. الموسم بتاعه خلص يعني، وربنا يستر على الكارير بتاعه يعني. بالظبط. لا هو 17 سنه فيعني ان شاء الله ملحوقه يعني. بس في نفس الوقت هو كان بدأ يلاقي توليفة في نص الملعب، لان الواد برنال ده كنت لسه شايف له الستاتس بتاعته، هو اقرب حاجة برشلونة جابتها من ساعة بوسكيتس. يعني هو اصلا برشلونة تقريبا الاستراجل الاخير بتاعه بتاع اخر كام سنة في جزء كبير قوي منه عدم تعويض بوسكيتس. انت بتحتاج تفك باتنين لعيبة. والله العظيم بوسكيتس بيتفك باتنين لعيبة.
فالواد ده كان بدأ يدي لمحات كده اللي هو ايه ده، طب ما هو يلا وبتاع، وحصل اللي حصل بقى. تفتكروا هيجيبوا صفقه تعوضه؟ مفيش حد يعوضه يا باشا، ده هو علشان يسجل اصلا. ده انا محتاج افرد بقى عن اسمه ايه ده اولمو. لابورتا يا جماعه الحرامي ده. آه. الراجل ده نصاب يا جماعه. عمل ضرب ورق وبتاع، والله العظيم انا متاكد الورق اللي هو انت هرش. هي فين المشكله؟ هو ما عندهمش مساحه في السالاريز، في الكاب بتاعه السالاريز بتاعتهم، علشان هم they do not comply، او يعني مش عارفين يوفقوا امورهم مع اللوائح بتاعه الليجا. فهو علشان يعرف يسجل اصلا اولمو محتاج يفضي جزء في الرواتب. هو بقى عملها ازاي؟ المفروض ان انت باين في قانون كده ان هو لو اصابه طويله اللعيب اللي هي تصنف اكتر من 3 شهور يقدر يسجل لعيب مكانه. فهو عمل كده مع كريستنسن، بس الناس كلها بتقول لك كريستنسن اصلا اصابته شهر ونص. هو بقى جاب ورق وبتاع وستف، عارف اللي هو مقبض دكتور مش وبتاع. هرجعه. والله العظيم راح كسر رجل فاهم. هو تقريبا هو اللي دخل فيه، فاهم، في التمرين. والله العظيم جاب ورق وبتاع. الناس بتقول لك الورق ده يا جدعان مضروب علشان يثبت ان هو هيقعد 3 شهور كريستنسن، وبعد كده مسجل اولمو. طبعا المصيبه دي هتيجي في يناير، ما هو كده يناير خلاص هيرجع له بقى كريستنسن، فهيبيع لعيب هيكسر هيضربه لعيب بالنار تاني. عادي كريستنسن ولا حاجه قمه برضو في عبث. يعني انا بيتهيألي برشلونه دي مش عارف يعني عندهم إدارة كده فيها بتفكرني بنادية الحبيب الزمالك، فيها كده لمحات من العبثيات اللي هي ما بتشوفهاش في الأندية كتير يعني. بس لا، دي حاجة لازم يتحاسبوا عليها يعني. طب ايه رأيكم في يعني تأثير اولمو اول ما نزل؟ والله الراجل ده اول تاتش ليه اصلا كان هيودي. بس لا، اولمو انا مقتنع ان اولمو ده هو ده اللعيب اللي متفصل على برشلونة يعني. انا حاسس ان هم كانوا بيضيعوا وقت اصلا في نيكو ويليامز. هو زي ما علي كان نتكلم عليها من حلقتين، لما اتكلم وقال ان ده ابن النادي وجاي وهو عايز يلعب وعايز يثبت نفسه ومعجون برشلونة، هو ستايل برشلونة. ونزل في ماتش صعب هم خسرانين فيه، وهو اللي نزل قلب الماتش وطلع مان اوف ذا ماتش في 45 minutes في شوط واحد من اللعبة. بس بقى نروح بقى للدفاع بقى، هو ده اللي فيه المشاكل وفيه يعني لسه إصابة أروخو عاملة مشكلة في الدفاع واحنا عارفين الكلام ده. بس هانز فليك عمل تبديل في الليفت باك الماتش ده مكان بالدي. نزل بالدي مصاب يعني ما لعب الماتش اللي قبله التاني اللي احنا كنا فاكرينه مصاب فيه لعبه، فاحنا مالناش عارفين بقى هو مصاب ولا هو بيلعب بإصابة ولا ايه اللي بيحصل. مفيش حاجة واضحة اتقالت. بس نزل بقى جيرارد مارتان ده ولا جيرارد مارتن ولا ايا كان هيبقى اسمه ايه الليفت باك، سميه مارتن علشان اسهل. ده نزل الليفت باك بتاعهم، ولا دافع ولا هاجم في الشوط الاول، وبوظ الكيمستري اكتر في الدفاع. يعني اوريدي كان فيها على القليله كوندي وبالدي ظابطين الدنيا في الكيمستري. بس برضه اول ماتش الولد يعني ممكن اول ماتش الولد، بس احنا بنتكلم ان هو اوريدي الكيمستري بايظه، فانت يعني كمان بوظتها اكتر في الماتش ده. فلو بالدي مش مصاب وده بس تبديل كده ملوش لازمه، وكانش ليه لازمه الماتش ده، وكان هيكلفه ماتش ويضيع منه الماتش. بس في نفس الوقت المستوى الاتاكينج ريتيرن الشوط الثاني بتاعه اتحسن جدا لما رافينا هو اللي جه ناحيته بقى مكان فرانت اوف توريس. يعني مش عارف صراحه فران توريس ولا مودريك اوسخ ليفت باك اوسخ ليفت وينج في العالم دلوقتي يعني الجايزه بينهم هما الاثنين. انا مش عارف، انا لحد دلوقتي ما عارف فران توريس ده لعب في الفرق اللي لعب فيها دي ازاي. والله العظيم ما عارف. اديني نص حظ وارميني في المايه، مش عارف يعني. هو طلع مارتين ونزل اليكس بالدي في الدقيقه 65 طبعا. بس التغيير اللي كان مهم جدا في الماتش ده كان هو تغيير داني اولمو اللي قلب الماتش. بيدري عمل ماتش حلو، رافينيا عمل اسيست، يامال طبعا يعني يامال. انا عاجبني سوفر ان يامال مش محطوط عليه قوي الضغط اللي هو بتاع حللنا الدنيا كلها وبتاع علشان الفريق بيكسب. فدي حاجه طبعا بالزبط. مصلحه فظيعه يعني. دي من اكبر مكاسب اصلا ال3 ماتشات اللي فاتوا دول، ان يامال مش محطوط عليه الضغط ده. لو في تركيز يعني في حاجه تانية، مفيش غير العاق ده. يعني كنت لسه ارجع على اخر واحد يعني هما 2 تير شتيجن. ايوه وفيران. ايه رايكم في تير شتيجن؟ صعب يعني ان هو واحد من اعلى السالاريز في الفريق، فده صراحه فلوس حرام. احنا لسه بنتكلم على مشكله السالاريز في الفريق والدنيا صعبه.
طب وهو اي جول كيبر لفريق افريج في الدوري الاسباني نص عادي جدول خالص. الواد سيليسن هيعمل أحسن النهارده منه. قدام ريال مدريد اخطبوط، اي وده الرديف بتاع برشلونه اصلا. يعني والله. اي جول كيبر في نص الدوري هيبقى بيعمل حاجات احسن من دي. وفي ناس هتقول ان فليك بيفتري عليه وبتاع، بس هو احنا هو شايفين فليك ما المستوى. بيحبوش فليك ما بيحبوش، بس احنا شايفين المستوى بعينينا. ده حقيقي. بس برضو يعني انا اصلا الموضوع ده بالنسبه لي يعني من الحاجات العجيبه، ان انت كان فاكر الانتقادات بتاعت بورتوميو ان هو عنده اللعيبه اللي هم بوسكيتس وسيرجيو روبرتو وبيكي والناس اللي بتاخد سالاريز كبيره قوي وهي ما كانتش مؤثره في فريق، وخوردي ألبا، وهو جه لابورتا جاي على الاجنده بتاعت احنا هنفور بقى القرف ده ومش هيبقى عندنا الموضوع ده. عندك دلوقتي اللعيبه اللي بتاخد سالاريز كبيره وتير شتيجن ده ودي يونج وبتاع، اللعيبه كلها مش مؤثره في فريق برضه، اللي هو رجعنا لنفس النقطه. والله العظيم رجع مفيش غير ليفاندوسكي وبرضه بياخد سالاري خزعبلي على سنه بس يلا هو بيجيب اجوان بس بيأدي يعني لكن يعني الباقي دول بيعمل الفرق دول. نايمه بتاخد مرتبات عملاقه ويجي يقول لك فاهم انا عندي مشاكل ماديه. لا ما انتوا يا جماعه دي مشكله طبعا. اعتقد انتوا محتاجين محاسب. في الانترفيو اللي كان اتعمل مع ادو اللي كان بيتكلم قال لك احنا اول حاجه كنا بنبص عليها مين عنده سالاري عالي وهل هو افكتيف ولا لا. بالظبط. لو عنده سالاري عالي وافكتيف تمام تمام لو مش افكتيف لازم نشحنه حتى لو بخساره، صح. لو بخساره لازم يطلع من الفريق، لان الطاقه دي حتى في الفريق وحشه. ان يكون في حد بياخد سالري عالي ومش بيأدي في الفريق مشيه. هو زي ما عمل مشاه، وحتى كان ساعات بندفع جزء من السالري بتاع اوباما يانج بعد ما مشي مثلا بس يطلع الطاقه دي من الفريق. فدي اعتقد تحتاج قرارات يعني صعبة شوية من لا ادي شويه وقت كده وبالتالي فليك هينظف الفريق ده عامه يعني. طب قبل ما نخش على اخر فرقه في الدوري الاسباني هسألكم سؤال لاذع، سؤال خطير. بعد اول 3 ماتشات دول ايه توقعاتكم لمين هيكسب الدوري الاسباني؟ لا ما بديش توقعات لغايه كده. اديني توقعات مش معناها تنبؤات يعني. اديني مثلا 5 6 7 ماتشات كده واعرف اقول لك حاجه. قول دلوقتي وقول بعد 6 7 ماتشات تغير رأيك. برشلونه بادئ كويس بس لازم جماهير برشلونه يعني تصبر على الفريق لسه صغير، الفريق فيه نواقص كتير، واي حد من جماهير برشلونه عارف النواقص اللي في الفريق وعارف ان هم they are overachieving وبالاصابات اللي عندهم. الاصابات هترجع امتى، يحصل اصابات جديده، الحاجات دي كلها هتفرق معاهم السيزون ده. فاهم حاجه الجمهور يصبر على البروجكت ده مش بروجكت السنه دي، ده بروجكت السنه الجايه، وخصوصا لسه برشلونه لما يفتح كمان في الشامبيونز ليج ما عندوش السكواد اللي يقدر يلعب في بطولتين جامدين مع بعض. لا هو يعني عقلانيا كده انا شايف ان فليك يضحي تماما بالتشامبيونز ليج ويركز في الدوري واحتمال يعرف يعمل حاجه. بس جمهور برشلونه يصبر عليه لو عمل حركه زي دي. اتمنى يعني مش ارسنال بيتهيألي لو ادى البوادر الشامبيونز ليج صعبه. لا بس لو ادى البوادر ان هو هيعمل حاجه بالفريق بيتهيألي هيصبروا عليه. قولوا لنا انتوا في الكومنتات يا جماعه اذا كنتوا تصبروا عليه ولا لا. انا بيتهيألي جمهور برشلونه بيحب ينافس على كل حاجه وهيطمع في كل حاجه، وهو ده عشان كده بنتكلم في الواقعيه. بيتهيألي جمهور برشلونه في السنوات الاخيره بقى واقعي اكتر بكتير جدا من زمان يعني. انا عارف جمهور برشلونة بيفكر في ايه. لا هنرجع نيمار ازاي. هنرجع نيمار ازاي. قولوا لنا يا جماعه ايه رايكم في الموضوع ده. هل برشلونة هيعرف يعملها بفريق في توازن اكتر حاليا من مدريد، ولا هل مدريد يعني بس بيجربوا حاجات جديدة كده بتمشي، ولما المكنة تشتغل هتدوس على كل حاجة. هنشوف مع بعض. في فريق كمان يعني سريعا كده في الدوري الأسباني عمل نتائج يعني وطريقة لعب غريبة. أتلتيكو مدريد شوية فوق شوية تحت، كسب جيرونا 3-0 واخر ماتش تعادلوا مع جيرونا اصلا النهارده كسب 3-0 ولا كسب 4-0. فهو اصلا يعني جيرونا مش مالت فاهم، بس هو اتلتيكو داس عليهم بس راح بقى فاهم. امبارح كان بيستراجل، واول ماتش كان ماتش جامد قوي بتاعه فيريال. فهو يعني اتلتيكو السنه دي كوكتيل كده. بس هو يعني بجد السيزون ده لو بتحب تتفرج على كوره عامه تتفرج على الدوري الاسباني لانه هيبقى مسلي جدا. يعني هيبقى فيه اتلتيكو دي عندها بوتنشال ان هو يبقى خرتيت لان بيطلع منه لمحات فظيعه.
سيموني السنه دي ما بيلعبش الكره الدفاعيه بتاعته، والله هو يمكن من السنه اللي فاتت، بس من السنه دي بيلعب كره شكلها احلى. انا ما اتفرجتش عليهم كتير الصراحه السنه اللي فاتت ولا اللي قبلها، بس المره دي اتفرجت على 3 ماتشات اللي هم اول 3 ماتشات هو في الموسم يعني، وحاول اتفرج عليهم على قد ما اقدر. بس اللي انا شايفه لغايه دلوقتي لا، هو بيلعب كره حلوه، مش ماشيه معاه، لسه عنده غلطات، بيطلع لعيبه في وقت غريب، بيبقى عايز يجيب جون، يطلع مهاجم ينزل مهاجم، في شويه هبل كده، بس بالتالي الدنيا دي هتتلم. بس عندهم لعيبه دلوقتي حلوه، لسه عندهم طبعا مشاكل ورا وعندهم الكلام ده كله، بس عندهم لعيبه كويسه، وسيموني بيتهيألي هيعرف يطلع من اللعيبه دي. فانا اتلتيكو من الانديه اللي بنصح انك لو لقيتها كده ايه الماتش بتاعها شغال، ايه اللي بتفرج عليهم هتنبسط. هما يعني معرفش بقى اذا كان فياريال في المطلق هيبقى جامد الموسم كله ولا لا، بس لما اتفرجت على الماتش بتاع فياريال واتلتيكو ده كان ماتش حلو جدا. ففياريال برضو من الانديه يعني عامه الدوري الاسباني بقى اديله فرصته يعني. وجيرونا برضو يعني عمل سيزون وجيرونا عمل سيزون حلو وبيطلع شويه قماش النهارده. هو دوري مسلي عامه، والدنيا ما فيهاش حد اللي هو مبين لك العين الحمراء، فاهم؟ فهيبقى فيها رايح راجع كده وانت مش عارف مين اللي هياخد الدوري بتاع، فهتبقى سنه لذيذه عامه يعني. ايه رايكم في السايننجز الجديده اللي عملوها؟ يعني اعتقد في صفقه كانت اعلى من صفقه الفاريز السنه دي. فلوس لا هو لا، على صفقه على السنه صفقه دي، صح. وزي ما قلنا احنا يعني صفقه مهمه وكل حاجه، بس لسه في نواقص في الفريق، وبالتالي رأيي لسه زي ما هو، اتلتيكو مش هيوصل حته غير لو جاب سنتر باك. ليه؟ طب ما جايب له نورمال. محتاج لسه سنتر باك تاني. احنا لسه أيوة بنلعب ماشي، بفيتسل بس ولسه بنلعب بازبلكويتا ولعيبه بطلت كوره من خلصت زمان. من انا زمان فاهم، بس يعني مش كارثه برضه. بس مش هتوصلك تنافس اللعيبه دي، ما تقدرش تنافس بيها. ليه؟ هنتفرج سيموني مع بعض. يعني سيموني هيعرف يست في الدنيا برضه في الدفاع بالذات يعني. هنتفرج مع بعض ونشوف، بس انا شايف ان يعني محتاج سنتر باك عشان اقدر انافس. طب وكونر جالجر صفقه حلوه جدا. هو لسه ما خدش بقى وقته مع الفريق وبتاع مش عارف ايه، بس انا مقتنع بكولن جالجر ده ان هو الميد فيلدر الانجليزي الكلاسيكي، اللي هي اصلا من احسن حاجات في انجلترا، ان انت تجيب اللعيب اللي هو بالبروفايل ده، تديله تعليمات بيفهمها بيعرف ينفذها في الملعب، لعيب مثالي يعني. انا بحبه الصراحه، وشايف ان هو هيعمل معاهم كويس جدا يعني. كلاعب كمان الصفات الدفاعيه كويسه في البريسنج، من احسن اللعيبه اللي ولما بيزيد مش فرده نايمه، هو بيزيد كويس وورك ريت عالي قوي. وبالتالي افكر ان المشجعين الانجليز كلهم بنجاح تريبيه معاهم بالظبط، زي ما تريبيه عمل كويس قوي لما راح معاهم هناك. بالتالي جالجر هيعمل نفس النجاح هناك. عموما هنشوف الدوري الاسباني، يعني زي ما قلنا اعتقد هيبقى فيه دراما كتير بتحصل في الدوري الاسباني، وحاجات ماتشات كبيره وحاجات كتير هنشوفها مسلي. فيعني بعد الدوري الاسباني ممكن ناخد لفه سريعه كده في الدوري الايطالي، لان احنا اتكلمنا عليه شويه الاسبوع اللي فات، بس في يعني شايفين يوفنتوس واضح ان اول ماتش ده ما كانتش هفوه. دخل 3-0 في 3-0، ميدفيلد جديد، تورام وكوبن مايرز واسمه ايه اخر 3 واحد اللي جابه ودوغلاس لويز وكيفرن تورام. يعني عندك ده نص ملعب تقيل. مانجولا ده بادئ بداية قوية جدا، طلع من لا شيء فجأة لقينا من الشباب عندهم، ولعب تقريبا كل ماتش وعامل 2-3 اسيست لحد دلوقتي، وجاب جول ولا حاجة كده. ايه رأيكم يوفنتوس؟ لا كورة نضيفة الصراحة. تيجو موتا يا جماعة مدرب تقيل يعني، بيعرف يطلع شكل الفريقه من day one يعني. هو فاهم مش واخد منهم وقت كتير قوي ان هم يحفظهم ويعرف اللعيبه الطريقه اللي هيلعبوا بيها. بيلعبوا كرة حلوه يعني، شكلها في الملعب حلو، عارف يلاقي المساحات اللي هو عايزها. نص ملعبه دلوقتي بيتهيألي ال3 دول هيبقوا نص ملعب متكامل قوي، دوغلاس لويز وكوب ماينرز وكفرم تورام او هوفر بقى اللي هيلعبوا في نص الملعب. عنده لسه شويه نواقص في الدفاع، بس يعني مش النواقص اللي هي تعمل له كارثه، بس في نفس الوقت لا يعني من اللي انا شايفه بيتهيألي لو انت يعني جمهور يوفنتوس طبعا يقول لنا احسن من كده يعني، يعرف اكتر مننا. بس في نفس الوقت برضو انت كنت بتتفرج على يوفنتوس السنه اللي فاتت، قمه العقم بتاعت أليجري
كان الموضوع ممل وسخيف، وكنت تكره نفسك وانت بتتفرج على الماتشات بتاعت يوفنتوس الموسم اللي فات. فانك تشوف التحول الدراماتيكي العملاق ده في مجرد كام شهر، لا ده يقولك ان هم داخلين على فقرة حلوة يعني. الماتش اللي فات يعني ضد هالس فيرونا كسبوا 3-0. فلاهوفيتش جاب جونين. دي برضو فلاهوفيتش ميزة. برضو يعني من ساعة ما جه حسيتش ان هو اشتغل بالشكل الهايب اللي كان على فلاهوفيتش قبل ما يروح يوفنتوس. لا ده فرقة بسبب كتير عقم عادية. أليجري. بالظبط. طبعا يعني امبانجولا ويلدز جابوا اسيست. والميدفيلد اللي وراه هو يعني الميدفيلد ما كانش ولا واحد من الجداد، ودي كانت حاجه يعني برضو انترستنج. اعتقد لسه هياخد وقت عقبال ما يدخل اللعيبه دي في السيستم اللي هو عامله. بدأ بلوكاتيلي وفاجيولي وكينان يلدز كاتاكينج ميدفيلدر، وجاب النتائج. فيعني اعتقد يعني انتر ميلان هيبقى بيبص دلوقتي على يوفنتوس وقلقان ان هو يعني هل هيعرف ياخد اللقب تاني. الحاجة اللي ممكن ازودها ان يعني بالنسبة لي تياجو موتا وجابي ألونسو اللي عملوه السيزن اللي فات كانت كورة جديدة إلى حد كبير، كورة مختلفة عن كل اللي حصل قبل كده. ولا هي جوارديولا ولا هي أنشيلوتي ولا هي دفاعية ولا هي كاونت، هي حاجة مش مفهومة. هي يعني تعتبر كلها كيوس يعني في ضغط وفوضى. بس عملوها الاتنين بفرق سكواد مش توب. يعني ممكن ليفركوزن احسن من بولونيا شويه، بس بس ديفينتلي بولونيا دي ما عندهاش الاسامي اللي كانت تقول لك ان الفرقه دي هتعمل كويس زي ما هي عملت. وليفركوزن عندها اسامي احسن شويه وكسبوا الدوري ووصلوا فاينل اليوروبا ليج. فهنشوف تياجو موتا مع فرقه بقى في يوفنتوس وبالطريقه اللعب دي، هل هيروح بيهم قد ايه لو كملوا كده، لو كمل الستايل ده. دي حاجه يعني اعتقد هنتفرج عليها حاجه نشوفها يعني. هما الاثنين في الاتاكينج بيوصلوا اللي هي 2-7-1 تقريبا يعني. تقريبا 2-7-2 يعني هي 2-7-1 هو 2 و7 في النص وواحد قدام. لو بيقول لك 2 على الشمال 7 في النص انكلودينج الجون و2 الناحيه التانية عشان يعني 2-7-2 دي برضو 11 لعيب. 2-7-1 دي هو كل الناس بتقول ان هي دي الخطه بتاعتهم. وطبعا تشابي الونسو عنده الموضوع ده اسهل بكتير لان عنده رايت وليفت باك خطار في الهجوم، فريمبونج وجريمالدو. الناحيه التانية موتا كان عنده تشالنج اصعب بكتير ان هو بيعمل الكلام ده بلعيبه كبال اقل بكتير قوي بالكواليتي. بس هنشوف بقى السنه دي مع يوفنتوس عنده سكواد احسن بكتير، وهنشوف هيعملوا ايه في الشامبيونز ليج وهيعملوا ايه في الدوري، وعنده حاجات كتير. هل هم اقرب للسكوديتو ولا انتر؟ بص انتر بقى عملوا ايه يعني يعني احسن بدايه. انتر يعني لو اتفرجت على الماتش الاولاني احنا تعادلوا وكل حاجه، بس انتر الماتش الاولاني يستحقوا المكسب لو اي حد بيتفرج على الماتش. كميه الفرص اللي ضاعت وكميه الكور اللي ما جاتش، الموضوع يعني كان فيه سوء حظ رهيب. والبينالتي اللي بيتشيك لبسه لهم يعني مش احسن حاجه، بس كان سوء حظ رهيب. بس نيجي بقى في الماتش التاني هو ده اللي اهم، ان لما جه اصابه لوتارو مارتينيز وما بدأش الماتش، بدأ بتريمي مكانه. الناحية التانية تريمي عمل بداية كويسة ليه كأول ماتش يبدأه كأساسي، وعمل اسيست وبيوصل بالكرة كويس. وأول مرة ما يبقاش انتر بيعاني المعاناة دي لو لوتارو مش موجود. ده حقيقي يعني ما بقاش بتبدأ بارناتوفيتش ولا بتبدأ بأليكسيس سانشيز من أول الماتش، وقاعد بقى بتدعي اللي هو يا رب الكرة توصل قدام لترام اللي هو اصلا مش احسن واحد في انهاء الفرص. بس السنه دي بدايه كويسه. هو انزاجي مدرب كويس الصراحه، مدرب كويس. وكمان الفريق كونسيستنت، الفريق بقاله سنتين دلوقتي بنفس السكواد تقريبا، بيبني عليه بيزود عليه النواقص. فطبعا هنشوف منافسه قويه جدا بين انتر. صفقات عبيطه برضو كمان فدي حاجه لذيذه يعني. وما بيبيعش وما بيعملش الصفقات اللي هي فاهم اللعيبه اللي هي النص لبه دي وحاول يدخلها وخلاص بالظبط. يعني راح جاب واحد زي تريمي في الهجوم عشان يظبط الهجوم بتاعه، مهاجم كويس قوي مستخبي محدش كان بيزحمه فيه، وجابه الدنيا لذيذه ومعقوله وسكواد بلاير هايل يعني. فانا شايف المنافسه هتبقى سخنه قوي بين الاثنين.
انا لسه ارجح كفه انتر السنه دي مم. عشان الفريق كونسيستنت اكتر وعندهم دبس في السكواد اكتر في كل بوزيشنز اكتر من الناحيه التانية من ناحيه يوفنتوس هيقدم لنا كوره احلى غالبا بس بس بيتهيألي ممكن انتر هيكسبوا. الاستمرارية تبقى عندهم المشكلة. يا ابني بس برضو يوفي عنده حته كده، شخصيه هنتفرج البطل هنتفرج يعني، عنده حته كده. هيجوا يسحبوا منكم 6 نقط كمان شويه وانا عارف والله. طب يعني احنا على انتر ميلان اي سي ميلان في ربنا معاهم. الكونفرسيشن دي ولا ربنا معاك. هو فونسيكا ده يا جدعان على الله حكايته، صفقات عجيبه، دول رايحين يجيبوا تامي ابراهام يعني. حاجه عك في عك في عك. الله يكون في عون جمهور اي سي ميلان يعني، بس حاجه عك جدا يعني. انا بيتهيألي يعني- الكريدت بتاع ابراموفيتش حب الناس بتوع ميلان الجماهير ميلان لابراموفيتش هيضيع في الشويه اللي هو بيعملهم في الصفقات والاداره والله ان هو داخل مع في الاداره الزباله اللي موجوده دلوقتي حاجه, دي حاجة بشعه يعني. بيضيع كريدت الحب اللي موجود. بدأوا الماتش اللي فات بأوكافور ورا لوفتس تشيك لا ربنا معاهم. ده لوفت الشيك خسروا كان من 2-1. احسن لعيبه عندهم فريق. أنا بيتهيألي مهزله يعني اساسا. ربنا يكون في عون جمهور الميلان ويعني نسكيب الميلان عشان ما حدش كفاية. يزعل مننا. ماشي. اخر حاجة في الدوري الايطالي عندك يعني نابولي بدأوا بداية وحشة جدا وعوضوها بفوز 3-0 ده بعد ضد ما طلع بولونيا. شتمهم بعد ما طلع يعني. هو هزق الفريق كونتي طلع كله. فاهم شتم الفريق كله، بس نزلوا سبحان الله. بس شفنا فريق برضو تاني. بقى عملوا مضوا لوكاكو. صفقه كبيره على فكره قوي بالنسبه لهم، وهم كمان هيجيبوا اسمه ايه ده مكتومني. ماكتوميني ده اعتقد برضو هو فورمة الانجليز دول ينفعوا في الدوري الايطالي أعتقد. هو برضو كونتي هيعرف يشغل الدنيا باللعيبه دي يعني. بالذات ان هو زي ما قلت لك هو على طول بيعتمد على انه يبقى عنده مهاجم خرتيت قدام بيخلص له فرص، لان هو برضو طريقه لعبه مش اكتر طريقه تصنع لك فرص في العالم يعني. بس فلازم يعني يبقى عندك حد لوكاكو هو بيخلص ده اللي قدام يعني. بيخلص. لا هو دي هيعرف أزمة. يشغله. هيعرف يشغله على اللي انت عايزه وهو عارف لغايه دلوقتي يشغل كفاراتسخيليا، فالموضوع ده هيفرق معاهم فرق مرعب يعني. بس في نفس الوقت ياخدوا الدوري ده ما بتهيأليش يعني، بس هيعملوا موسم كويس. يعني انا مش حابب التجربه كلها، مش حابب كونتي انه يعني شايف مدرب ما عندوش افكار جديده يضيفها للكوره بتاعت نابولي. ده في واحد دخل شتمني في الكومنتات علشان قلت عليه مدرب دفاعي. اراء كل واحد ليه رايه وكل واحد ليه اللي هو عايزه. بس كنت مدرب متزن. ده متزن مين اللي بيدافع؟ وحتى خوزيه مورينيو. يعني كلام مكتومني هيجاب ب 20 ل 30 مليون ولوكاكو ب 30 ل 35 مليون. والله ما عارف بيدفع فيه الفلوس دي ازاي والله العظيم. بيقول لك التوتال بتاعه 400 وحاجه يعني لوكاكو ده في مسيرته دفع فيه 400 وحاجه مليون. اللي دفع فيه سبحان الله دفع فيه حاجه 90 مليون. مش مهم دفع فيه كام، بس الفكره كلها ان انت بتتكلم في ال 50 60 مليون دول في الدوري الايطالي يجيبوا لعيبه كويسه من فرق تحت. يجيبوا فلاوفيتش دول يعني حتى لو مش فلاوفيتش ده لو نزلت نص الدوري تقدر تجيب 3-4 اسامي يسندوا مع نابولي سيزون مع مدرب صغير بفكر هجومي حلو بكره حلوه. كان ممكن يتعمل احسن من كده بكتير. ده في وجهه نظري، بس هنشوف السيزون هيعمل ايه وايه اللي هيحصل لكونتي وهيخلص فين، وممكن اطلع احمر في الاخر وهو يكسب الدوري ولا يعمل حاجه الله اعلم. بس انا معترض على التجربه كلها على بعض يعني. ماشي هنشوف مع بعض يعني. الدوري الايطالي في حاجه كتير. قولوا لنا رايكم يا جماعه مين هياخد السكوديتو السنه دي ومين هينافس. بس بقى يعني عشان ما ينفعش طبعا نخلص الحلقه دي من غير ما نتكلم على يعني النهارده كان في القرعه بتاعه الشامبيونز ليج بالفورمات الجديد بتاعه. شرحنا الفورمات ده قبل كده عموما في حلقه قبل كده، بس يعني سريعا هو احنا بدل ما بقى عندك المجموعات اللي هي 4 فرق بيلعبوا بعض واول فرقتين تطلع، بقى عندك دوري يعني دوري في فرق اكتر 32 فريق بيخشوا فرق اكتر. لا اكتر من 32 فريق. لا 32 لا 32 كانت قبل كده لا هي 32 ما زاد عليهم والله 32 وهنطلع دور 16 36 ولا 32 زاد عليهم فرق انا يعني 36 زاد عليهم فرق 36 اعتقد 38 حاجه زاد عليهم فرق 36 بقى في 38 فرقه بقى في 16
36 فريق صح. جبنا الرقم انا قلت 6 أيوة صح، بس هم يا مش جماعة 32 زادوا 4 فرق. بالظبط، هم بقى زودوا عندك- 4 فرق، احنا مش عارفين بنهلك في ايه، هم 4 فرق اللي زادوا. بقى عندك زي دوري في الأول، أول 8 هيخشوا دور 16 على طول، تاني 8 هيلعبوا مع بعض، لا مش تاني 8، تاني 16 تاني هيلعبوا 16. مع بعض نوك اوتس، والثمانية كسبانين هيخشوا الدوري. خلاصة الموضوع ان انت طبعا اول جزء ده مفيش مجموعات، فبيختاروا الفرق ازاي؟ ان هو بيعمل بوتس، عندك 4 بوتس، الفرق اللي خلصت اول في مجموعاتها واللي كسبت الفريق اللي كسب الشامبيونز ليج في اول بوت، وبعديها بقى بالريتنج بتاعهم بيحطوهم في بوت 1 و 2، وكل فرقه اللي هو بتلعب تصنيف التصنيف الاول، بتاعهم. تصنيف تاني، تصنيف ثالث، تصنيف رابع. وبس. هو في الاخر اساسا سواء انت في بوت 1 2 3 او 4 هي مش فارقه قوي، لان كل فريق بيلعب 2 من كل تصنيف، من كل تصنيف من كل بوت، وبيلعب ماتش هوم وماتش اواي في كل واحد منهم. بس مش قدام نفس الفريق. مش قدام نفس الفريق. ما ينفعش يلعب في نفس الفريق مرتين. مختلفة. ما ينفعش يلعب فريق من البلد بتاعته، ما ينفعش يلعب اكتر من فريق فرقتين، واحد، اكتر من فرقتين من نفس الدولة، من نفس الدوري. فده بقى بيعمل القرعه طبعا، بدل بقى ما بيعملوا الكور جابوا كريستيانو رونالدو يدوس على زرار كبير عشان يشغل سوفت وير. الكمبيوتر. قال لك لو عملوها بالقرعه كان الموضوع هيحتاج 1000 ومش عارف كام كوره يقعدوا بقى كام يوم. فالتغيير ده يعني مهم. اعتقد اول سؤال نساله، هم ليه اصلا غيروا التغيير ده؟ هي بص، مفيش حاجة بتتغير في الكورة غير لسبب واحد اوحد، الفلوس. المفترض ان الفورمات الجديد ده اي نعم هو زود ماتشين بس على الفورمات القديم، هو 4 لو انت هتخش في النوك اوتس، بالظبط. 8 اللي هيخشوا في النوك اوتس، ف 16. يعني بالظبط، هو كده كده ضامن لك انه مزود لك ماتشين عامة. يعني اقل فريق اللي هيطلع من المجموعات هو لعب كده ماتشين زيادة. بس في نفس الوقت انت دلوقتي بيقولك ان انت لو انت تصنيف اول، يعني انت لو فريق تصنيف اول زي ريال مدريد، ليفربول، ارسنال، ايا كان، انتوا تصنيف اول صح؟ تاني. انتوا تاني؟ لا لا انا تصنيف اول. انا جبت امتى تشامبيونز ليج ولا عدت على رايك. انت جاي تهزقنا. معلش يا جماعه انا اسف يعني. المهم يعني لو انت تصنيف اول كفريق، انت هتلاعب فرقتين تصنيفهم اول، حاجه ما كانتش بتحصل الا لما بنوصل لادوار خروج الخسران. اكيد. فانت دلوقتي المرحله بتاعه الجروب ستيج في السنوات اللي فاتت كان في ساعات لما يبقى مثلا فريق تقيل قوي زي سيتي مثلا بيكسب اول 4 ماتشات، هو بيريح بقى اللعيبه في اخر ماتشين، فحاجه قمه في الملل يعني. لكن انت دلوقتي هو اتليست انت عارف ان ايا كان الفريق الكبير اللي داخل البطوله هو هيلعب ماتشين تقال. فانت كل اسبوع هيبقى عندك ماتشات تقيله. انت كان في سنين بيبقى الاسبوع كله اللي هو 3 و4 انت ما عندكش ولا ماتش جامد. الجروب ستيج كانت يعني لحد ما مريحه يعني قوي، بالذات لما بتوصل لرابع وخامس ماتش. كان في ناس كتيره قوي ما بتتفرجش على الجروب ستيج اصلا، تقول لك يا عم يلا صباح الفل لما يوصلوا بقى دور 16 نروح نتفرج على النوك اوت. السنه دي بقى فيها الميزه دي ان هيبقى عندك ماتشات حلوه طول من اول البطوله ما تبدا، وكمان هتدي فرص لطيفه ان انت تشوف ماتشات متقاربه، لان ممكن يبقى حد تصنيفه تصنيف ثالث بس هيلاعب برضو فريق تصنيف ثالث، هم اصلا قريبين من بعض في المستوى، فهديك الحته بتاعت الكومبيتيشن دي. في نفس الوقت المفترض ان انت لما يبقى عندك ماتشات حلوه من بدايه البطوله انها تعمل لك فلوس اكتر، وهي دي بقى الليله. ان لما يبقى في ماتش في المجموعات ليفربول بيلعب ريال مدريد، حاجه في الفورمات العادي ممكن ما تحصلش كتير، الاثنين يبقوا تصنيف اول عمرهم ما يخبطوا في بعض غير في النوك اوتس. هم دلوقتي هيلعبوا ماتش من بدري قوي، فهي من الاخر في الاول وفي الاخر هي فلوس يعني. وبالتالي فيها جزء كبير قوي اللي هو اليويفا مرعوبه من ساعه قصه السوبر ليج. ان هو لما الفرق الكبيره هددت ان هي تسيب القصه دي تسيب الدوريات اصلا تسيب كل حاجه وتعمل دوري لوحدها. طبعا دي كانت هتاثر على الكره الاوروبيه، والناس قامت عليهم وانديه كبيره بقى يعني رجعت من الموضوع واعتذروا. بس كان في فرق كانت لسه شايفه ان هم الفرق الكبيره اللي بيجيبوا المشاهدات بالظبط للبطولات دي، هم عايزين يقابلوا بعض اكتر. فيعني
الكلام برضو ان طبعا التغييرات دي كان بقالها سنين بيتكلموا عليها ونيجوشيت، كان بيقولك عايزين يعملوا 10 ماتشات في اول الدوري بدل 8، وعملوا نيجوشيشن وبتاع. بس في الاخر اعتقد التغيير الكبير اللي هيبقى موجود ان انت في الفورمات القديم كان لما تكسب 3 ماتشات يبقى معاك 9 نقط، كان يعني دايما بنسبة 90% بنسبة خلاص كبيرة عديت. جدا بتكون ضمنت ان انت تتأهل. ولو كسبت 4 ماتشات خدت 12 نقطة بنسبة كبيرة جدا انت كسبت المجموعة وطلعت اول مجموعة. في الفورمات الجديد ده انت لو كسبت 5 ماتشات ساعتها ده اللي بيبقى نسبتك عالية ان انت تتأهل بالظبط. في اول 8. وبس مش مضمون برضو، يعني بيقول لك كان في سيناريوز لما عملوها ان في سيناريوز انت ممكن تكسب 5 ماتشات وبرضو ما تبقاش ضامن ان انت تتأهل في اول 8. غير كده ان على حسب ترتيبك في اول 8 ده هيأثر على مشوارك في النوك اوتس. يعني اللي هيطلع اول هيلاعب فرق اسهل في على الاقل في اول راوند من النوك اوتس، واحتمال تاني واحدة كمان. فبقى في حافز ان الفرق تلعب كل الماتشات كويس، كل الماتشات بشكل عالي، مش بس 3 أو 4 من ال6 ماتشات اللي بيلعبوهم في الليج. فبقى عندك 8 ماتشات مهمين للفرقة لكل فريق. طبعا ده تأثيره ايه؟ تأثيره هيبقى على الدوريات اللي اوريدي احنا شفنا السنة اللي فاتت الدوري الانجليزي مثلا كان فيه وقوع ملحوظ لفرق الدوري الانجليزي في الشامبيونز ليج بسبب السكادجول الرهيب اللي على اللعيبه دي. عمر كان بيتكلم في الموضوع ده فاكر، يعني موضوع الماتشين ده. انا شايف ان الماتشين دول هيفرقوا جامد قوي مع فرق كتير في الدوري الانجليزي في منافسه الدوري نفسه دلوقتي. يعني دلوقتي احنا ارسنال مثلا، يعني سيتي متوقع ان هو يخلص ال8 ماتشات وهيعدي من اول 8 وهيبقى تمام والدنيا حلوه. اور عليهم اور ما عنديش مشكله، اور براحتك ادي. احنا سوراكامبا احنا مثلا ارسنال الفريق لسه ما عندوش الاكسبيرينس بتاعه الشامبيونز ليج، وشفنا الكلام ده السنه اللي فاتت قدام بايرن. فلسه برضو ممكن نضيع مننا فرصه ان احنا نخلص في اول 8 مع ان الران بتاعتنا سهله قوي، ونخلص بعد كده ارسنال اللي يخلص بعد الران دي مخلص 9 أو 10 ويخش في دوامه الكواليفيكيشن وياخد ماتشين زياده في وقت مهم في المنافسه على السيزون. هيكون في وقت داخلين قريب من الكريسماس بريك. لا خلاص انت ساعتها بقى تضحي بالتشامبيونز ليج يعني ما هو ما فيش برضه نادي بيضحي، فهنتكلم مع الفلوس كل خطوه هتاخدها تفرق قوي. هتلعب الماتشين بتوع الشامبيونز ليج بالفول سكواد بتاعك، هتضيع نقط في الدوري، وبعد كده هتخش بقى في الدوامه دي، وفي فريق تاني في نفس الوقت مريح وقاعد في البيت ما عندوش مشاكل. لا ما حلال يعني مفهوم فين المشكله يعني. وبالتالي المشكله دي يعني قلة اكسبيرينس ارسنال في الشامبيونز ليج ممكن تحطنا في الحته دي اكتر من ليفربول وسيتي. اقدر افهم من كلامك ان انت اوريدي بتمهد يعني ان الشامبيونز ليج ده براك. يعني هو برايا طول عمره هو عمره كان جوايا حلال يعني امتى ان شاء الله عمر كده خلي عندك ثقه شويه يعني. مش انا بقول يا رب اجيب دوري. لا انا عايز الدوري وبعدين نشوف بقى موضوع انا عايز اي حاجه يعني. بس المهم بس ما يلعبش اي حد من السكواد اللي موجوده دي عندنا في الكهرباء. انا مش عايز اشوف الكهرباء ده ولا عايز اسمع اسمه اصلا. البطوله ملهاش لازمه بقى، خلاص بقى كفايه كده يعني، كفايه علينا الافي كاب والبتاع. بس يعني طبعا اعتقد اللي هنشوفه من التغييرات دي ماتشات سخنه اكتر في الشامبيونز ليج بدري، ماتشات قويه، هنشوف كل ماتش ليه لازمه. فاعتقد يعني للمتفرج اللي ولا فارق معاه بقى اللعيبه تتعب ولا ما تتعبش، احنا هنتسلى يعني. فدي بغض النظر عن المشاكل يعني. مش فاكر كان مين طالع بيتكلم في الموضوع بيقول لك ان هي بتعمل حمل نفسي زياده على اللعيبه وبتاع. احنا مالنا يا عم بياخدوا ملايين يا عم، صباح الفل. يبقى يمسح دموعه كده بورقه ب $100 ولا التغيير حلو برضو، تغيير حلو. كان بقى لنا فتره نتفرج ما ممكن تطلع في الاخر فعلا حاجه ممتعه وممكن تطلع مزبله يعني. عايز اقول حاجه كده سريعه كده في الاخر. مرفوع عليهم قضيه في واحد راجل من تشيلي باين طلع قال لك يا جماعه الفورمات ده انا اللي عملته اصلا، واتكلمت مع اليويفا فيه كذا مره وهم ما اخدوش مني، وكنت في كونفرنس مش عارف بتاع ايه. الراجل عنده شركه بتنظم بطولات رياضيه،
وطلع قال لك انا اللي اخترعت اصلا النظام بتاع البطوله ده وهم سارقينه مني ورفع عليهم قضيه وبتاع. وفيفا طلع بقى تشردح له تقول له مفيش الكلام الفارغ ده واعلى مفاخيلك اركبه وبتاع. بس تحس كده ان سوري اليويفا هي اللي طلعت قالت له الكلام ده، حاجه كده عره برضو مش عارف قريتها النهارده قعدت اضحك يعني. يعني انا ربنا معايا. لا ده بيقول لك يعني بعت لهم ورقه على يد محضر حاجه شبه كده اللي هو يعني سيسن اسمها ايه سيسن ديسيست. سيسن ديسيست اللي اللي محامي يا هو عم. بالظبط المفروض انا المحامي انا اللي اعرف الكلام ده. سيسن ديسيست اللي هو يعني وقفوا القرعه وبتاع ما اعرفش بقى اذا كان فاهم حاول يتدخل بقى ويهبق عليهم في مونte كارلو ورموه بره ولا بتاع. كنت اموت واعرف الموضوع ده يعني بس الموضوع مسلي يعني. نشوف. طب ايه رايكم في القرعه بقى نفسها؟ لا والله انا ولا اتفرجت يعني. انت قصدك انا افتكرت يعني لا مش الراجل دخل عمل لا كده ماليش دعوه. يعني انت مشجع ليفربول مبسوط باللي جالك ولا ليفربول لا الدنيا عندهم صعبه يعني. القرعه فيها ريال مدريد فيها باير ليفركوزن ماتش مش سهل فيها اي سي ميلان يعني برضو اي سي ميلان في الاول وفي الاخر اي سي ميلان مش عمره ما يبقى ماتش سهل. فلا هي شويه ماتشات صعبه يعني. انا عارف انت الدنيا عندكم انتوا في ارسنال مريحه صباح الفل. ارسنال ماتشاته سهله مله. لا مش كلها برضو يعني. يا عم انت عندك ماتش واحد اللي صعب. عندي بي اس جي وانتر ميلان. ماشي ما ماتشين ماتشات حلو يعني. حلو كتر مش خير رابط الدنيا. بس ماتشين بس. بالظبط. هو احنا عندك سبورتنج لشبونه واشكال ضله كده وشختر ما لبسنا متاخد في اسهل البوت 1 يعني. كان ممكن نلبس بقى في فرق اقوى بكتير بصراحه الحمد لله يعني بعيدا عن ريال مدريد وبرشلونه. اسهل بوت 2 شختر وبوت 2 برضو عدت بسلام. بوت 3 و4 خدنا اقواهم بس يعني مقدور عليها يعني. لو اديتني خيرتني ما بين دول ودول لشبونه وبتاع شويه اشكال ضله. احنا اتلانتا اعتقد اتلانتا وجيرونا هم اللي انا كنت يعني من بوتس دي ما كنتش اتمنى ان انا اخدهم بس يعني خلاص مقدور عليها يعني. هنلعب بي اس جي في هوم انتر اوي دي هتبقى صعبه. فارسنال يعني ارسنال عندها اعتقد اتلانتا اوي برضو. اتلانتا اوي برضو دي مش تبقى سهله بس يعني لو ما نعرفش نعدي الحاجات دي يعني تبقى خلاص يعني. لو مش هتعدي الكلام ده يبقى ما تروحش البطوله اسهل يعني. ليفربول انتوا عندكم مدريد ولايبزيج. طبعا لايبزيج دي من اسهل برضو الحاجات اللي كان ممكن تجي لكم من بوت 1 بس بعديها عندك ليفركوزن واي سي ميلان بالظبط. مش سهله بصراحه بس ليفركوزن هوم وجابي الونسو حتى انا برضو ليفربول هيلعب ليل ماتش برضو دمه تقيل وبي اس في وبولونيا وجيرونا برضو على فكره انتوا يعني مش سهله قوي يعني. لا الدنيا عند ليفربول صعبه يعني. بس ليفركوزن وجابي الونسو يرجع للانفيلد دي هتبقى لقطه حلوه. هو جاي هوم ولا هوم؟ لذيذه برضو. بس اللي لابسين طبعا لابسه هباب بي اس جي دول هيلعبوا الناس كلها دول. هيلعبوا كل حد. شوف مين هيلعبوه. اي اللي هو الوش ناصر خليفي في البتاعه دي وهم بيختاروا اللعيبه اللي هو يعني انتوا قاصدينها. انتوا قاصدينها مخمين عليه قصد. لا طبعا عندهم يعني كان دراسه صعب ليهم. مدريد يعني مدريد ما كانش فارق معاه ولا هيفرق معاه. لا عنده دورتموند وليفربول واي سي ميلان واتلانتا مش سهله بس الاربعه التانيين كلهم سهلين بصراحه. برشلونة يعني مش اصعب حاجه برضه. بايرن دورتموند يعني خدوا برضو 2 مش سهلين. دورتموند حلوين قوي السنه دي على فكره. اتلانتا وبنفيكا المفروض بعديها بقى يونج بويز وريد ستار والعالم السهله دي كلها راحوا هناك. مان سيتي عندهم انتر وبي اس جي ويوفنتوس والباقي كله سهل بالنسبه لهم. ف يعني هتبقى فرجه لطيفه. طب بص هو شفت الليسته اللي عندي دي اصعب سكادجول لفينورد عندهم يعني. لو بصيت على الريتنج بتاع الفريق اللي بتلعبهم فينورد اوحش درا وبعديها بي اس جي وسالزبورج. سالزبورج على فكره بقى انا مهتم جدا اتفرج عليهم الموسم ده. انا كنت لسه بتفرج على هو الكلوب اصلا قالها. انت شفت اللقاء بتاعه بتاع على اي اس بي ان. كان عامل لقاء يورجن كلوب اتكلم كتير قوي على سالزبورج علشان اللي ماسك سالزبورج بيب ليندرز ولسه واخدين لعيب اعاره من ليفربول النهارده اللي هو بيجيتش ده. هو بيجيتش جميل عليه ومشي الدنيا يعني. مفيش بس مشجع ليفربول بيعرف ايه. ده نص ملعب مش كده؟ كويس والله. برشلونه حاول يدخل في النص كده يسرقه في اخر لحظه من غير بقى ولا الزامات شيره ولا حتى اوبشن بس الدنيا برضو ما مشيتش. هيكرا يسرقوا بايه بس
سرقوه يعني هم عرضوا مش إيه؟ عارفوا يسجلوه. الفرقة اللي عندها اسهل فرق، مع انهم لبسوا في مدريد وبرشلونة وارسنال، هي اتلانتا. الافريج ريتنج بتاع الفرق اللي بتلعبهم اوطى واحد بتاع اللي انت 55 بتبص علينا مضروبه، وفينرد 72. هم عندهم 3 ماتشات صعبين والباقي الباقي كلهم كله تعبان. بس تعبان. 5 يروحوك لو كسبتهم برضه ممكن. بالظبط يعني. يعني 5 لو كسبت ال5 دول تطلع بالظبط. تتأهل تعرف في تعدي يعني. البتاع، فيعني يخسر ال3 يعني هنشوف بقى بصراحة. هتبقى مسلية، هنتفرج، هتبقى اه. مسلية وهنتفرج مع بعض، وهتتابعوها معانا هنا في كورة كافيه في الحلقات اللي بنعملها دي الخميس او الجمعة. ويعني نحب نسمع رأيكم. ايه رأيكم في الفورمات الجديد ده؟ هل يعني حاجة مسلية بالنسبة لكم؟ هل قلقانين على اللعيبة والحمل الذهني اللي هيحصل لهم ونسمع مع بعض يعني. بس خلاص يعني عايزين تقولوا شوت اوتس يا جماعة في الحلقة دي. سريعا كده، علشان كنت لسه مقابله واحد من مشجعين ريال مدريد التوال بتاع عبد الرحمن حنجل شايل بسمني، وقال لي احنا بص اهو ميتين، احنا هنلعب ليفربول وهنخسر ومش عارف ايه، وقعد يعمل البكائيات دي وانا عارف ان هو من جواه كده منمر على البطولة يعني. شاوت اوت كابتن سامني. قلت له اعمل لك شاوت اوت علشان بعد كده لو لا قدر الله ريال مدريد كسبونا ما كان ما شاء الله فاهم ابقى مشايله جميله ان ادفانس، فما يجيش بقى يقول كان لي ما حاجه. شاء الله سامني عامل فورمة بنزيما في لعب الكورة النهارده. عمال يجيب اجوان يمين عمال وشمال يجيب وحاجه فظيعه. يلا يا جماعة. حد تاني عنده شاوت اوتس؟ عندك اي شاوت أنا اوتس ما انت؟ عنديش shout outs. تمام كده، خليها بقى الاسبوع الجاي. ده يا جماعه الاسبوع اهو، الاسبوع الجاي بقى معاكم محمد الامير. لو هرجع حابين تاني. تكتبوا له في الكومنتات ان هو ملط في الفانتسي اتفضلوا تنورونا، وهو هيجي بقى يرد على الكومنتات دي بشخص وذاته من الحلقه الجايه. أنا عملت قرارات كبيرة في الفانتسي الاسبوع ده، هنتكلم عنها هنموت على روحنا من الضحك الاسبوع الجاي. قرارات كبيرة 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 كبيرة، هنشوف بقى هتلفق ولا لا. شكرا ان انتوا قعدتوا معانا الفترة دي كلها في الحلقة التانية. طلب قولوا لنا اخير رأيكم. لو مش عاملين سبسكرايب معلش، بس لو مش ماشي، عاملين سبسكرايب ماشي. خش انزل دلوقتي دي حالا. مهمة دي. اكتب سبسكرايب وشغل الجرس، اعمل الشغل ده. لو تعمل شير تبقى حاجة عظمة، لو عملت لايك تبقى حبيبنا واخونا ونديك شاوت اوت. عايز تقول حاجة تانية قبل ما لا نقول خلاص، قفلتي عشان ما اقفل، تقطعنيش اتفضل، تاني؟ خلاص انا ماشي. خلصت كل اللي عندي. شكرا يا جماعة ان انتوا سمعتوا معنا الحلقة دي. استنوا الحلقة الجاية هتنزل يوم الاثنين، على نتكلم على الدوري الانجليزي والفانتسي واللي حصل هناك. خليكم معنا، استنونا، اسمعونا تاني، ولايك وشير وسبسكرايب، تاني ومع السلامة. مع السلامة. سلام.